بعيدا عن الفضيحة اللي عليها منتخب مصر في بطولة كأس العرب، وبعيدا عن الأزمة اللي عليها محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، والأزمة اللي بتزيد أكتر وأكتر، وخاصة الأخبار اللي بتتكلم عن إن محمد صلاح ربما ما يكملش مع ليفربول بعد بطولة كأس أفريقيا 2025. بعيدا عن كل الكلام ده، بشوف إن مشاركة مصر في بطولة كأس العالم 2026 هتكون مختلفة تماما عن الثلاث مشاركات اللي فاتوا لمصر في المونديال، سواء كان في إيطاليا في 34 و90 وسواء كان في روسيا 2018. بشوف ان منتخب مصر طبعا بتنطبق عليه المقولة الشهيرة اللي كلنا عارفينها: لو حد زينا نقول له يا عمنا. منتخب مصر طبعا في وضع لا يحسد عليه مقارنة بمنتخبات تانية، منتخبات عربية وإفريقية وأسيوية وضعها صعب شوية. يعني مثلا زي منتخب العراق اللي هيكون في استقباله منتخب فرنسا والنرويج ومنتخب السنغال، او منتخب تونس اللي هيكون في استقباله منتخب هولندا ومنتخب اليابان، او منتخب الجزائر اللي هيكون قصاده طبعا اختبار قوي جدا قصاد بطل العالم التانجو الارجنتيني، والمواجهه القويه مع النشامه الاردنيه ومواجهه النسر النمساوي بذكريات 82. لكن بشوف ان منتخب مصر طبعا هتكون في انتظاره مباراه مهمه جدا مع الثلاث منتخبات بلا استثناء. لكن على الرغم من اول مباراه تكون مباراه مهمه وقويه جدا قصاد منتخب بلجيكا، لكن بشوف ان مواجهه مصر مع ايران واللي هتكون يوم السبت 27 يونيو 2026 في ملعب ميموريال بمدينه سياتل الامريكيه هتكون مباراه مهمه جدا ومباراه صعبه جدا، والمباراه الاكثر تعقيدا لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته في المونديال. منتخب ايران منتخب مش سهل على الاطلاق، كانت ليه 4 مواجهات، وطبعا المواجهه اللي جايه مع مصر هتكون المواجهه الرابعه. كانت ليه 3 مواجهات مع منتخبات افريقيا: انجولا في 2006، نيجيريا في 2014، المغرب في 2018. ال3 منتخبات دول فشلوا ان هم يفوزوا على ايران. مصر في انتظارها رقم قياسي مهم جدا قصاد منتخب اسيوي عنيد جدا، ومنتخب يعتبر من اقوى المنتخبات الاسيويه. منتخب ايران منتخب مش سهل، زي ما انا ما قلت هتكون مواجهته صعبه جدا اكتر من منتخب بلجيكا. هنقدر نلعب قصاد بلجيكا وهنهددهم كمان، لكن مباراه ايران هتكون طبعا اختبار صعب جدا لابناء وادي النيل. مباراه لها تاريخ طويل جدا وده هتكلم عنه فيما بعد ان شاء الله، واعتقد ان دي مباراه بتحمل ذكريات تاريخيه ما بين مصر وايران.